الفيديو ده موجه لكل ام واب عايزين عيالهم يطلعوا احسن منهم، فتابعوا للاخر وما تكسلوش. في الفيديو ده هقول لكم اهميه ان انتوا تعلموا ولادكم البرمجه، وهنبدا ازاي وازاي هنحبب الطفل في البرمجه. كل النقط دي واكتر من كده هغطيها في الفيديو ده بالتفصيل، فخليكم معايا لحد الاخر وانتوا هتتبسطوا على الاخر، وهتستمتع كمان بلغه البرمجه الجميله دي السهله، وابنك او بنتك كمان هيستمتعوا جدا بيها. وما تخافش، مش هكلفك اي حاجه، عن طريق جهاز الكمبيوتر لو موجود، او ممكن عن طريق تابلت، او ممكن عن طريق ايباد هيتعلموا البرمجه. وهقول لك اهميه تعليم البرمجه كمان شويه. في الاول عايزك تنسى ان البرمجه دي كلمه معقده، وهي عباره عن شويه الكلام المكتوب بالابيض على شاشه سوداء، والمبرمج قاعد يكتب تك 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 على الكيبورد وخلاص. مش هي دي البرمجه اللي احنا بنتكلم عليها. البرمجه المخصصه للاطفال هي حاجات كرتونيه كده، الوانها حلوه، بتحرك حركات وفقا لتعليمات معينه. هبسط لكم الموضوع على الاخر، واوعوا تحسوا ان الموضوع صعب. البرنامج اللي بنتكلم عنه هو ألذ وابسط وامتع من كده بكتير، وفي نفس الوقت بيعلم اساسيات البرمجه للطفل. وعلى فكره انت كمان وانت كمان كاولياء امور تقدروا ان انتوا تطلعوا طاقتكم البرمجيه في البرنامج ده. البرنامج ده كله رسومات والوان وحاجات حلوه كتير بتخلي الطفل يبدع بجد، ولما يشوف النتائج هيبدع اكتر واكتر، ومخه هيكبر اكتر واكتر. مش بعيد عزيزي ولي الامر انت كمان تتسحل معاه في البرنامج اللذيذ اللي هشرحه لكم ده، وده عز الطلب عشان المنافسه تزيد ما بينكم وما بين بعض، وكمان تقدر تشجعه وتعمل له سبورت كويس. تعالوا نتكلم في الجد بقى شويه. اول نقطه هتكلم عليها ايه هي اهميه تعليم البرمجه للاطفال. مش هقول لك ان صناعه البرمجيات دلوقتي بقت من اهم الصناعات في العالم، لانك اكيد عارف الكلام ده، بس الاهم من كده ان تعليم البرمجه للاطفال بالذات في السن الصغير بتنمي مخ الطفل بشكل كبير، وبتوسع مداركه وقدرته على تحليل الامور. لان بصراحه مش هكدب عليك صديقي المشاهد، مخ المبرمج بيشتغل بطريقه مختلفه عن مخ الشخص العادي، لانه بيقدر يحلل مدخلاته بشكل ادق واسرع، حتى لو كانت مواقف عاديه بتحصل، بالتالي نتائج مخرجاته بتكون ادق واوضح. احنا بقى دورنا كاولياء امور ان احنا نعمل ايه؟ نصنفر مخ الطفل باننا نحببه في البرمجه. طب هنعمل كده ازاي يا هيثوم؟ صديقي المشاهد الجميل ما تستعجلش، انا هنا عشان اقول لك تعمل ايه بالظبط، وما تخافش الموضوع سهل جدا، بس تعمل الخطوات اللي انا هقولها لك دلوقتي. ويا عالم صديقي المشاهد، ممكن في المستقبل المبرمج الصغير ده يبقى مبرمج كبير ويشتغل في مايكروسوفت ولا في فيسبوك ويغرقك فلوس، بس ما تبقاش تنسى حبيبك هيثوم اللي دلك على الطريق. النقطه الثانيه بقى والاهم، ازاي اقدر احبب الطفل في البرمجه، وازاي اخلي الطفل يتسحل فيها. عزيزتي المشاهده، انا شايف في سؤال بيدور في دماغك كده، الدراسه والمدارس هتبدا، وهم يعني هيتعلموا الدروس بتاعتهم ولا هيذاكروا برمجه؟ لا لا صديقتي المشاهده الام الجميله، ما تخافيش خالص، ان شاء الله لو ساعه في الاسبوع بس هيطلع طاقته البرمجيه لمده ساعه في الاسبوع، يوم اجازه، مش طالب اكتر من كده، وانت هتشوفي بنفسك مخه هيتفتح ازاي على التعليم. طبعا اكيد مش هقول لكم ان الاطفال بفطرتهم بيحبوا يستكشفوا الاجهزه والبرامج الجديده، يعني ما فيش طفل دلوقتي ما عندهوش ايباد، ما عندهوش تابلت، ما عندهوش كمبيوتر، فهو كده كده بينزل البرامج وبيستكشفها. بس بدل ما يضيع وقته ان هو يقعد يتفرج على فيديوهات وكرتون على اليوتيوب ما لهمش لازمه، او يقعد يقلب في التيك توك، اتعلم حاجه مفيده، ابدع في حاجه افيد. الحقيقه ان الطفل محاط بكم كبير من الاجهزه والتطبيقات والالعاب والبلاي ستيشنز والحاجات دي كلها. في وسط الكلام ده لازم تعرف الطفل ان اللي عمل اللعبه دي او البرنامج ده هو واحد اسمه مبرمج، بيشتغل مبرمج، واللي عمل البرنامج ده اللي هو بتاع فيسبوك مثلا او يوتيوب، اللي عمل البرنامج ده واحد بيشتغل مبرمج. هيبدا يسالك الطفل هو يعني ايه مبرمج؟ هنا بقى جت فرصتك، هتقول له ده واحد عادي اتعلم برمجه عشان يقدر يعمل البرامج الحلوه والالعاب الجميله اللي احنا بنستعملها. طبعا الطفل هيسال ازاي؟ قول له عادي جدا، هو عنده كمبيوتر زي اللي عندك او عنده ايباد زي اللي عندك، بس الفرق ان هو شاطر وشغل دماغه ويتعلم وبقى بيطلع حاجات جميله زي دي. تحب تبقى شاطر زيه وتعمل لنا العاب حلوه كده وبرامج جميله؟ هنا الطفل هيسبقك بسرعه ويروح يجيب اللابتوب بتاعه او الايباد بتاعه ويقول لك ازاي بتتعمل. شوف اول ما يكون مستعد كده، هنا هنخش على المرحله الثانيه. بس استنى، انا عايز اقول لك على حاجه، ما تبداش في المرحله دي غير لما تكون مذاكر انت كمان كويس، على الاقل اول درسين ثلاثه من الكورس اللي انا هعمله لك، عشان تبقى فاهم. انت اللي هتبقى معاه في البيت، انت اللي وقت ما هيحتاجك هيلاقيك. بعد كده لما يحط رجله على الطريق هيقدر يدور على المعلومه اللي هو عايزها، الكود بيتكتب ازاي، وهيقدر يتابع معايا طبعا الفيديوهات بتاعتي. بس ما تنساش اول ما تمسك الايباد بتاعه او اللابتوب بتاعه تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصله كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها اول باول. اي درس هنزله هيبان عنده، هيخش يشوفه وهيطبق عليه. لو بتتفرج عليا بعد ما الفيديو اللي انت شايفه ده نزل بيومين او ثلاثه، فاكيد هتلاقي الدرس الاول نزل اوتوماتيك، فيا ريت تخش على صندوق الوصف او الديسكربشن بوكس، هتلاقي لينك الفيديو، هتلاقي لينكات الفيديوهات اللي جايه بعده. كل الدروس اللي هقولها في البرنامج ده هتلاقي لينكاتها تحت الفيديو على طول، هعملها تحديث مباشر. المهم يا سيدي، هتفتح الدرس الاولاني وهتشوف كده الموضوع ماشي ازاي، وهتبدا ان انت تجرب مع نفسك، وما تقوليش ما عندكش وقت، انت عندك وقت لحاجات تانية كتير. لو حتى انت اتفرجت على فيديو واحد في الاسبوع او فيديوهين في الاسبوع، فيديوهين ثلاثه كده، هتفهم الموضوع وهتبدا تجيبه بقى ويقعد ويتفرج برده على الفيديو بتاع الدرس الاول
الاول معاك وهيطبق قدامك، او انت لو عايز تساعده في الاول اشتغل انت وهو يشوف النتائج. ما تنساش وانت بتتفرج معاه على الدرس تحسسه بالانبهار، ان الحاجه حاجه جميله جدا، هو ازاي بيعملوا كده؟ لا انا لازم اتعلم. الكلام ده هيشجعه اكتر وهيحفزه، هيخليه فعلا يصر ان هو يتعلم. بعد كده سيبه هو ينطلق بقى ويعيش مع نفسه ويطبق مع نفسه ويعمل لك نتيجه. كل ما انت بتعدي قدامه كده او بتعدي من وراه تشوف هو بيعمل ايه، او هو حتى لما يجي يوريك الحاجه اللي هو بيعملها لازم تحسسه بالانبهار، لازم تحسسه ان انت مبهور بيه، فخور بيه، اللي هو انت ازاي عملت كده، برافو، تشجعه، انت شاطر، شكلك في المستقبل هتبقى مبرمج جامد وهتعمل لنا العاب جميله وبرامج جميله. انت كده دورك انتهى، انت حطيته على الطريق الصح، وسيب الباقي عليا. فيديوهات الدروس اللي جايه اللي انا هكون بعملها لهم مخصوص هتكون مبسطه وكلامها بسيط وسهل وبالراحه خالص، وهنطبق مع بعض، وهم كمان لما يعملوها هتشوف مدى الفرحه اللي عندهم. بس اهم حاجه والنبي ادعوا لي بالخير، عشان انا بجد هتعب عشان اعمل سلسله الفيديوهات دي، عشان اعلم ولادكم فيها البرمجه بالمجان ببلاش فري. مش هطلب منك اي حاجه غير ان انت تعمل لايك على الفيديو اللي هيعجبك، والفيديو اللي ما يعجبكش يا سيدي ما تعملش عليه لايك، وسيب لي كده كومنت كده بالنقاط الايجابيه والنقاط السلبيه اللي انا حطيتها في الفيديو. ممكن اكون مثلا اتكلمت بسرعه في فيديو، اتكلمت ببطء قوي في فيديو، ده كله هيخلي بقيه الدروس في الفيديوهات اللي جايه تكون احسن وافضل. فطبعا اكيد مستني تعليقاتكم. والاهم من كل ده ان انت تبعت الفيديو ده لكل ام واب تعرفهم، يمكن ولادنا يقدروا يعملوا اللي احنا ما قدرناش نعمله. افتكر دايما ان الدول المتقدمه دي بقت متقدمه بالتكنولوجيا وبالاجهزه المتطوره اللي هم بيعملوها، واللي جزء اساسي منها البرمجيات اللي بتشغلها. وبس كده، شرفتوني، كنت معاكم انا هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.